منافسات دوري روشن السعودي. النصر لا يزال في القمة رغم عدم خوضه الجولة الثامنة بانتظار لقائه غدا أمام فريق نيوم. وفي المركز الثاني يأتي فريق التعاون بنفس عدد نقاط النصر إنما بفارق الأهداف لمصلحة زملاء كريستيانو رونالدو. في المركز الثالث يأتي فريق الهلال الزعيم بعد فوزه على النجمة بأربع أهداف مقابل هدفين. وفي لقاء آخر نهار الغد سيلتقي في قمة مباريات دوري روشن السعودي ديربي جدة بين فريقي الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة ونادي الاتحاد طبعا حامل لقب دوري روشن السعودي. لقاء قوي بين الفريقين نظرا لما يمتلكانه من نجوم على أعلى مستوى، إن كان في فريق الاتحاد أمثال بنزيما، وطبعا فريق الأهلي مع رياض محرز وباقي النجوم مثل فرانك كيسي والآخرين. مباريات قوية غدا بانتظار نهاية الجولة.